تنفعانه أو تفيدانه؟ الجائع إن أكل تمرة أو تمرتين هل يسد ذلك جوعه؟ ومن هنا لا تسد تلك الصلاة حاجة عندنا أن كانت كما نعلم جميعا عباد الله. والحقيقة الرابعة من حقائق الغائبة للصلاة تقول كان صلى الله عليه وسلم يقول أرحنا بها يا بلال، أرحنا بهذه الصلاة. نعم، وكان إذا حزبه أمر فزع إلى الصلاة صلى الله عليه وسلم. إذن الصلاة أيها الناس هي حل لمشاكل العباد، هي التي تذهب بالمصائب والأزمات والهموم. ومن هنا قال تعالى استعينوا بالصبر والصلاة. ولما كانت سارة بين يدي الجبار يريد أن يراودها عن نفسها وأن يأخذ منها أعز ما تملك المرأة، كيف واجهت المرأة ذلك المصاب؟ وكيف واجهت المرأة تلك المشكلة؟ نعم، المشكلة التي هي أكبر مشكلة في حياة امرأة عفيفة، وهو جبار كما تصفه الروايات، ليس في قلبه من رحمة، حتى أن زوجها لم يستطع يومها دفعا عنها على الإطلاق، بل يقول لها قولي إنك أختي، قولي له إنك أختي. لا زوج يدفع عنها يومها وهي بين يدي الجبار. فلما قامت سارة تصلي، نعم تصلي عباد الله، تفزع إلى الصلاة كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفزع إلى الصلاة. فماذا كان عباد الله؟ يشل الجبار بين يديها، نعم يشل. فنحن نتعامل مع همومنا ومصائبنا ومشاكلنا على وفق ما تعامل الرسول وبمثل ما تعامل الرسول صلى الله عليه وسلم، فجعل الصلاة دواء وشفاء للنفس من الأوجاع والهموم والأحزان والمصائب. كان إذا حزبه أمر فزع إلى الصلاة. نعم، بل إنه كان يتعامل بهذا المبدأ وبهذا الأسلوب مع كل شيء. عندما كسفت الشمس، وهذا تهديد للمجتمع وتهديد للأرض، نعم تهديد لأمنها، ماذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم؟ فزع إلى الصلاة وقال إن الشمس والقمر لا ينكسفان لموت أحد أو لحياته. ثم أخذ يصلي صلاة طويلة حتى انجلت الشمس وذهب الكسوف، بل لما أمسكت السماء مطرها. ماذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم وهو يواجه أزمة كبرى تهدد أمن الأمة، أمنها الغذائي، بحيث إذا انقطع المطر انقطع الطعام وانقطع الشراب هكذا، فإذا به يفزع إلى الصلاة ويصلي النبي صلى الله عليه وسلم صلاة حتى أمطرت السماء ولم تكن فيها من قزعة أي من سحابة، وأمطرت أي مطر، أمطرت مطرا لأسبوع كامل لم ترى فيه الشمس على الإطلاق، بل كان يواجه عدوه بالصلاة. لما كان في بدر بين 300 وبضعة نفر من الصحابة، ويواجه جيشا يأكل 9 أو 10 من الإبل وهؤلاء يأكلون شعيرا عطنا وليس فيهم من فارس واحد، يواجه جيشا يقوده فطاحل الشرك من أبي لهب، من أبي جهل، ومن الوليد ومن غيره، من عقبة بن أبي معيط، ومن وهب بن الحجاج، ومنبه بن الحجاج، وعتبة بن ربيعة، وشيبة بن ربيعة، فطاحل الشرك 7 من كبار قادة الشرك يقودون جيشا عظيما وهو في نفر من أصحابه. لم يكن حتى معه من أصحابه الكثير، كانوا 300، فإذا به يقوم بالليل يصلي صلى الله عليه وسلم، يواجه عدوه ويدخل حربه بالصلاة. فنزلت الملائكة تحارب، وخيار الملائكة نزلت تحارب وتضرب ضربا حاسما باترا بتارا، يقول عنه الله فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان. فأين منا هذه الحقيقة؟ أن نحن نواجه مصائبنا بهذا، أن نواجهها بالشكوى، وأن نواجهها بالأحزان وبالآلام وبشيء من هذا، أن نواجهها كما واجه النبي صلى الله عليه وسلم الأزمات بصلاته، فأخذ يصلي إذا حزبه أمر صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. بل كان عندما يجد في نفسه
صلى الله عليه وسلم في أمر من الأمور، من أنه في تردد ما بين كذا أو كذا، كان النبي صلى الله عليه وسلم يحسم رأيه بالصلاة. وشرعت لنا الاستخارة فيحسم رأيه بالصلاة. بل كان النبي صلى الله عليه وسلم أول ما يبدأ به بيته المؤمن إذا بنى على امرأة أو تزوج منها كان يبدأ حياته بالصلاة. نعم بالصلاة. ولذا كانت حياته صلى الله عليه وسلم مع نسائه فيها من التقوى، فيها من الإيمان، فيها من الود، فيها من كل ذلك على الإطلاق. وتلك الحقيقة الرابعة تقول: أرحنا بها يا بلال، أو كما قال صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. هذا المبلغ من العلم، والعلم كله من الله تعالى. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، قيوم السماوات والأرضين، الذي لا عز إلا في طاعته، ولا غنى إلا في الافتقار إليه. وأصلي وأسلم على قائدي وقدوتي وحبيبي وإمامي. صل اللهم على هذا النبي الأمين الذي جاهد في الله حق جهاده حتى أتاه الله اليقين. وبعد عباد الله، أما الحقيقة الخامسة أن الصلاة عمود الدين، من أقامها فقد أقام الدين. هكذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ألا أخبركم برأس الأمر وعموده وذروة سنامه؟ فقال: أما رأس الأمر فالإسلام، وأما عموده فالصلاة. الصلاة هي عمود الدين، من أقامها أقام دينه، ومن ضيعها ضيع دينه. وبقدر ما يضيع بقدر ما يضيع من دينه. وقد قالها الله صريحة: فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. الذين يشكون اليوم بعد اليوم: ما بالنا لا نتوب لله عز وجل من ذنوب كثيرة، وما بالنا نسقط المرة بعد المرة في الذنب، نتوب ونرجع. ما بالنا لا ننتهي عنه مرة واحدة؟ كيف ننتهي إذن؟ ننتهي عنه بالصلاة عباد الله. ولذلك لما ذكر له الرجل يفعل ويفعل ولكنه يصلي، قال: ستنهاه ما تقول. إن كان يصلي كما تقول فستصل به الصلاة إلى النهي عما يفعل، وتنهاه عما يقدم ويفعل. لذلك فاعلموا عباد الله أنها هي عنوان إيمان المرء، عنوان دينه والتزامه. وعندما أقول من أقامها تعلمون ما أقصد. ألست أقصد أقامها بمعنى أنه صلاها 4 ركعات أو